بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على من بعثه العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أيها الأحباب الكرام، إن هذا المنظر الذي يثلج الصدر وهذه النعمة العظيمة وهذه البهجة الكبيرة هي من فضل الله سبحانه وتعالى الذي عظيمة. فالحمد لله الذي خلقنا من العدم وأعطانا وافر النعم، وله الفضل الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والناظر في حياة العرب كيف كان الناس قبل البعثة، كانوا في حياة جاهلية وكانوا في عذاب وكانوا في هم وغم، فامتن الله علينا بهذا الدين وأكرمنا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ورحم الله من قال: سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، الحق وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات، من يقصد الدنيا بغير هديك يلقها، تيها من الأهوال والظلمات. جل جلاله أن يخرج الدنيا من العثرات، أهداك ربك للورى يا سيدي فيضا من الخيرات والنفحات. فلله الحمد والشكر التي نحييها في هذا اليوم، وهي هذا العرس الجماعي المبارك. نقول لمن ساهم وأعد هذا العرس وهذه البهجة: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وجعل الله هذا الجهد في ميزان حسناتكم. ثم نقول للعرسان: نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وندعوه كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنقول: يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن، يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ، يا مصور يا غفار، يا قهار يا وهاب، يا رزاق يا فتاح يا عليم، يا قابض يا باسط، يا خافض يا رافع، يا معز يا مذل، يا سميع يا بصير، يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير، يا حليم يا عظيم، يا غفور يا شكور، يا علي يا كبير، يا حفيظ يا مقيت، يا حسيب يا جليل، يا كريم يا رقيب، يا مجيب يا واسع، يا حكم يا عدل، يا مهيمن يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى أن توفق هذه العرسان إلى حياة مباركة ملؤها الإيمان والتقوى والصلاح. ولعلنا نقتبس من قول الله عز وجل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أيها الأحباب الكرام، نحن في المركز اليمني للجاليات ننافس أخواننا في مؤسسة اليتيم بأننا تواصلنا مع مؤسسة الأمير الوليد بن طلال الخيرية، وبالتنسيق مع الأخ الدكتور صالح سميع وزير الكهرباء من أجل إقامة برنامج تدريبي لعدد 1000 متدرب في 5 محافظات في الجمهورية. وقد نال هذا المشروع تزكية من الأخ الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية، وكذلك الأخ الدكتور علي مثنى حسن نائب وزير الخارجية. وحصة هذه المحافظة هو 200 متدرب في مجال التدريب في مجال الإنشاءات الكهربائية. نحن الآن سعينا مسعى حثيث من أجل الحصول على تمويل لهذا المشروع مقداره 2,500,000 دولار، وإن شاء الله تعالى بإذنه جل وعلا خلال الفترة القادمة سنحصل على هذا الدعم، وسيكون حصة هذه المحافظة 200 متدرب. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتنافس في أعمال الخير، وأن نبتغي من وراء ذلك وجه الحق تبارك وتعالى. لا أطيل عليكم، بارك الله فيكم وبارك عليكما وجمع بينكما بخير. نشكر أهل هذه المنطقة، منطقة عجامة، ونشكر كل من ساهم في إعداد هذا المشروع المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل الإخوة، وعلى سبيل المثال الأستاذ أحمد صلح والقاضي محمد الصربي ومؤسسة اليتيم، وكذلك الشيخ عبد السلام الدماري، وكل الإخوة على هذا المشروع الرائد. ولنتنافس كلنا جميعا
في مرضاة الله سبحانه وتعالى الناس، وكذلك أن نتنافس في مثل هذه الأعمال الخيرة المباركة، ونتذكر قول الله سبحانه وتعالى: والآخرة خير وأبقى. نسأل الله أن يجمعنا في مستقر رحمته كما جمعنا في هذا المكان المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.